اول حاجه للكفته بتاعتنا محتاجه كيلو من صدور الفراخ او الوراك، او ممكن تجيبي فرخه وتخليها كامله. انا بصراحه هنا كنت عامله ميكس ما بين الوراك والصدور، تدي طعم في الاخر حلو قوي على فكره. نجيب الوراك والصدور دي نغسلها كويس قوي علشان ميبقاش ليها اي ريحه زفاره. بعد كده ناخدهم ونفرمهم في الكبه، بس اهم حاجه ان هما يكونوا متنشفين كويس قوي. نفرم بقى الفراخ دي كويس قوي في الكبه، وبعد بقى لما فرمناها نشوف هنضيف عليها ايه. هنجيب قرن فلفل عادي كده، هو ده مش سبايسي على فكرة، واهم حاجة ان احنا نستخدم لون فلفل احمر، سواء بقى رومي او ده اي حاجة. اهم حاجة علشان مش في حد يروح يحط كله سبايسي، الا بقى لو انت بتحب الحاجة اللي هو سبايسي قوي. عادي مفيش مشكلة، نبدأ ان احنا نقطعه بالشكل ده، مش لازم يعني التقطيعة تكون متساوية لان دي احنا هنفرمه دلوقتي في الكبة. بس هنا ما ينفعش ان احنا نستخدم فلفل لونه اخضر، لان هيبقى لونه في الاخر اخضر في الكفتة، وهيخلي الكفتة في الاخر لونها اخضر، لكن اللون الاحمر ده بيدي لون حلو قوي للكفتة وخليها في الاخر لونها حلو. وكمان هجيب 2 بصلاية كده، هما هنا يعني كان صغيرين شوية او متوسطين، لكن انا عايزة بصل يكون كتير، فلا اما تستخدموا 2 بصلاية زي الشكل ده، او تستخدموا بصلاية واحدة كبيرة. نقطعهم بس كده ان هما يسهلوا الموضوع على الكبة شوية، يعني لا اما تستخدموا بصلتين بالشكل ده او بصلاية كبيرة لو متوفر عندكم. وبعد كده بناخد بقى الخضار ده ونفرمه في الكبة كويس قوي، واهم حاجة ان احنا نفرمه كويس عشان ينزل المية بتاعته. بعد بقى لما فرمناه نجيب بقى طبق بالشكل ده، وكمان المصفى اللي هنصفيها فيها. شوفوا بقى هنا الخليط بتاعنا اللي هو البصل والفلفل الاحمر عامل ازاي، لونه حلو قوي قد ايه. وكمان المية اللي هتنزل منها تبقى لونها حلو ان احنا نصبع بيها الكفتة، علشان محدش يرميها، المية دي بتبقى حلوة قوي. ممكن على فكرة في الاخر تضيفوها على الرز، بتبقى حلوة قوي وبتنقل طعم الرز في حتة تانية، زائد ان احنا بنصبع بيها طبعا. اهم حاجه ان احنا نصفي الخضار ده كويس قوي، علشان احنا ما ينفعش نضيف الميه دي وهو فيه على الكفته بتاعتنا، لانها هتخليها في الاخر تفك كده مننا، وكمان هتبدا ان هي تكش، فدي مش حاجه محببه قوي، فنصفيها كويس قوي من الميه. لان احنا دلوقتي بنستخدم التفل بس، بعد كده نشيله ونسيب الميه على جنب. شوفوا الميه هنا قد ايه لونها حلو. هتضيفوا على الميه دي شويه ملح وفلفل اسود، وهعرفكم هنعمل فيها ايه تاني. نسيبها بقى على جنب. شوفوا بقى شكل الفراخ بتاعتنا بعد لما هرمناها كويس قوي في الكبة. بعد كده هنضيف عليها البصل بالفلفل اللي كنا قطعناه. كمان هنضيف عليها حوالي معلقة صغيرة هرمية من التوم، او حوالي 4 فصوص توم كده كبار. بهارات بقى اللي هحتاج معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وكمان بحب اضيف ربع معلقة صغيرة كده من القرفة، بتدي طعم حلو قوي على فكرة في الاخر. كمان هنضيف عليها معلقتين كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من الدقيق او البقسماط، متوفر عندك استخدميه. وبعد كده هنبدأ ان احنا نعجن الكلام ده كله كويس قوي، او نخلط الكلام ده كويس قوي. اهم حاجة ان هنا نقلبه كويس، ما يبقاش فيه اي دقيق لوحده ولا اي بهارات ما تجمعتش على الفراخ كلها. من الحاجات المهمة ان تخلي الكفتة بتاعتك في الاخر طالعة كده ماسكة وجوسي من جوه وحلوة قوي، انك تفضلي تعجني فيها كتير لحد لما هي تتسمخ كده وكلها تختلط مع بعض. دي من الحاجات المهمة قوي انك لازم تعمليها في الكفتة، علشان في الاخر تطلع معاكي مظبوطة وزي الفل، وما تطلعش في الاخر كده ناشفة ومش حلوة، لا هتطلع جوسي قوي كده وجميلة قوي معاكي. بصوا الكفتة دي مختلفة عن اي كفتة، ان احنا هنعملها حاجات صغنطوطة خالص، يعني اصغر حجم تقدري تعمليه للكفتة اعملي بيها. كل ما تبقى اصغر كل ما هتكون احلى في كتير معاكي في الاخر. ونبدأ ان احنا نشكلها بالسيخ بالشكل ده. دي للناس اللي بتحب ان الكفتة تبقى مفتوحة من جوه، وطبعا دي احلى حاجة، او على اي حاجة موجودة عندك او تستخدميها على طول في التشكيل. بس اهم حاجة انك تصغري الحجم على قد ما تقدري. وبنصبع كده بيها وبنحط ايدينا في المية دي، بتدي لون حلو قوي على فكرة. وبنكمل الكمية كلها بنفس الشكل ده. على فكرة كيلو الفراخ بيطلع معاكي كمية كبيرة قوي ما شاء الله. شوفوا الكمية دي وطلع معايا اكتر كمان، بس الطبق هنا ما اخدش كل الكمية. بندخل بقى الكفتة بتاعتنا الفريزر حوالي نص ساعة، تبقى احلى معانا في الاخر وبتطلع كده مظبوطة لما ندخلها الفريزر. بس على فكرة لو انت حابة تشتغلي فيها على طول او مستعجلة عادي، هنبدأ نشتغل فيها مفيش اي مشكلة. اهم حاجة ان احنا نحط الزيت هنا في الطاسة تكون سخنة قوي. دي من الحاجات المهمة قوي ان الزيت يكون سخن جدا، علشان الكفتة لما تنزل تبدأ ان هي تتشوح كده وتاخد لون بسيط من تحت.
عشان لو نزلت على زيت بارد هيبدأ ان هي تنزل المية بتاعتها، وممكن كمان تتفكك كده في الزيت وما تبقاش مظبوطة. ونضيف بقى الكمية بتاعتنا على حسب حجم الطاسة هياخد قد ايه. بعد لما تاخد لون من تحت نبدأ ان احنا نقلبها. اللون ده بيبقى مظبوط قوي وحلو قوي عليها بصراحة. اهم حاجة ان احنا هنا نديها لون حلو، علشان هو ده لون الكفتة اللي هيطلع معاكي في الاخر ساعة التقديم. لو لون الكفتة طلع فاتح هيفضل زي ما هو فاتح مش هيغمق، ولو طلع غامق هيفضل زي ما هو، بس اللون بيبقى مظبوط قوي. وانا هوريكم هنا لازم توصلوا للون ايه، وبعد كده تشيلوها من على النار. على فكرة هي بتستوي بسرعة قوي، هي ممكن اقل من 5 دقايق بالظبط على النار وبتلاقيها مستوية وبتطلع خفيفة قوي كده وخطيرة. لعند لما تاخد لون من الناحية التانية، وبعد كده نبدأ نقلب الحاجات اللي هي مش اخده لون قوي. اول ما توصلوا المرحلة دي واللون ده هنبدأ ان احنا نخرجها من الزيت. عمركم شفتوا حاجة اسهل من كده؟ بجد سهلة قوي وما بتاخدش وقت كتير. اول حاجة الكفتة، وكمان من كيلو واحد بس هتطلعي كمية كبيرة قوي ما شاء الله. نشيل بقى كل الكمية من الزيت. شوفوا لونها قد ايه حلو وطعمها بقى مش قادرة اقولكم. نكمل بقى الكمية كلها في الزيت لعندنا برضو لما تاخد نفس اللون وخلاص، ونبدأ ان احنا نخرجها من الزيت. وبعد بقى لما خلاص اخدت لون من تحت نبدأ ان احنا نقلبها على الجهة التانية. وهو ده يكون شكل الكفتة بتاعتنا، ودي يمكن من احلى واجمل واسرع الطرق اللي ممكن تجربوها لكفتة الفراخ. ما بتاخدش وقت كتير وشكلها حلو وكمان طعمها خطير. لو عجبتك طريقة الكفتة بتاعتي النهاردة ما تنسيش تحطي لايك واشتراك للفيديو. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فمحلاها لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا.